قبل شوي دخل واحد يلعنه وشوف حاط ما في دخان على راسه. يلا الله يعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين يا رجال مو العيد الدفاية بالحر يا رجال، ما انتم صحيين. بعد مو العيد المكيف بعد، حر يا ناس والله حر حر. يا رجل برد. انت كم لابس فروه؟ لابس فروة وهذه الثانية ولابس جاكيت والدنيا دفا. وقف فروتين يا الظالم. والله برد. إذا تبي تعرف قيمة الصحة راح مستشفى، وإذا تبي تعرف قيمة الحرية راح السجن، وإذا تبي تقلل فاتورة الكهرباء شهريا عط مرتك 500 قل لها تسدد والباقي لها. مثلا إذا فاتورة كهربتك شهريا 500 وتبي تقللها عطها 500 قل لها أنا أسدد 500 كل شهر فاتورة كهرباء، وأنا هذا أعطيتك 500 وتسددي. إذا طلع أقل من 500 سددي والباقي لك. يعني احتمال تشوفها تمشي في البيت كذا تمشي، والله العظيم كذا تمشي وأتحداك. مبروك عبد العزيز. الله يبارك فيك يا شيخ. من كل مال ومن عيال ان شاء الله. الله يجزاك الف خير يا شيخ. لما قلت لي كم حسابك يا شيخ؟ حساب انا عمك على قدر جمال زوجتك عاطنا. ابد والله تامر امر يا شيخ، ما طلبت الا عزك يا شيخ. سم. ما اخذ فلوس حرام انا، حسب جمال زوجتك. امسك ذي بعد، وهذا بشتري فيه مويه بالريقي بعد اللي شفته. السلام عليكم. بعض الشباب الله يهديهم ويصلح بالهم يلبس ملابس غريبة ويغير شكله، يصبغ شعره ويلبس تيشيرت قصير ويلبس لك سلسلة ويلبس كل أنواع الأساور تقول مهرجان ألوان، ويروح أماكن عامة شوفوني أنا ستايل. ترى كذا أنت راح تشوه من نفسك. ما قلنا ما تلبس، البس لبس محترم، البس لبس يتقبله مجتمعنا بعيد عن كل شيء. ترى في أطفال راح يشوفوك وراح يقلدوك. كن لنفسك ولمجتمعك أطهر وأجمل مثال. ما نقلد الغرب مثل ما سووا وسوينا. إذا تريد تقلدهم قلدهم في علمهم، في اختراعاتهم، في أشياءهم الإيجابية. اسأل نفسك، حط هذا السؤال في راسك، ليش أنا أقلد الأشياء السلبية؟ اجلس مع نفسك وشوف ليش أنت تقلد الأشياء السلبية، وثوب ما ثوبك لا تلبسه. عزيزي إذا جيت تسوي دايت مو معناه أنت ما تاكل إلا خس وجرجير، لا يا حبيبي، أنت ما أنت أرنب، كل أي حاجة لكن بعقلانية. شغل الكور ده. المشكلة يجيك بكل بساطة إيش يقول لك؟ أنا سويت دايت بس ما نحفت. أكيد ما حتنحف. في أحد ياكل بروست قبل ما ينام؟ بالله جاوبني من جد يا أخي. أنت لازم تهتم بعلاقة جسمك ورشاقتك. ما هي معقولة اللي يشوفك كده دبة كبير كأنك باصة بتكو، ما يصير يا أخي. أنت لازم تسوي لك جدول من الأساس. الصباح تاكل شابورة مع عصير برتقال، الليل لبن مع لبنة كده عشان تقدر تنحف. معقولة تجيني ديدك طايح، كرشتك طايحة تحت الحزام؟ بالله وات از ذس كنغر مو بشر. ما يصير كذا كل يوم قاعد تاكل لي ماك ونوتيلا وتبى تنحف كذا. ما راح تنحف الا 2060 شهر واحد. انا ما بضحك عليك بس انت بتضحكني. موضوع مو عاجبني نهائيا كلش. على اي اساس بنت تكمل 21 سنة اهلها ما يتدخلون فيها؟ وين قاعدين؟ سمردحة. البنت متغيبة صار لها شهر واهلها رافعين قضية تغيب، وانتي باردة مبردة تحضر المخفر وتطلع منها كذي على بنا كامل. يعني واحد زلم اخته تنحاش ويصيدها ويذبحها ويسوي جريمة قتل، تقومون تسجنونه. زين شو يسوي؟ شرفه عرضه. ليني واحد انا متبري من اختي، يما يا حنين، يما يا فضة قلبها ابيض، وابوي انت عمري، وين مرجلتك؟ حد ينقز الحين يقول من التربية. صح، بعضهم من التربية وبعضهم لا، اهلهم مربينهم احسن تربية بس فيها دودة، مو مضبوطة وعوية. غيبة وحارقة قلبها لك ومنزلة روسهم بالارض، كل هذا بس عشان شخص ما راح ياخذك، وفوق هذا قاعد يصورك ببارتي.
ترى حد يجدد لك اياه والله. يا اخي وين الولاعة؟ اخوي ما ادري عنك انت. اسمع عندنا 50 اللي عندك. الو هذا امك. اي والله قاعدين مع العيال. الله يبعد عنك يا الحرام. فستقال وصالح والحساد ويقرب منك يا الحلال يا ولدي. يا رب. اسمعني يا كرمه، لقيت تاكسي لا توقف تاكسي، ما بتاكسي نحرس المواصلات توقي، تمام؟ ما قصي غرك ما اعرف موقف ذاك، لا توقف ابدا ولك بنتك. تفضلوا شباب تفضلوا هنا وصلكم. احسنت عمي احسنت هلا بسم الله. احسنت بس توقي المواصلات ورخيص وروح معه. احسنت توكل. لا حول ولا قوة. ايوه المواصلات مرة رخيص وازيدك من الشعر بيت بعد توسونا واي فاي فيه. اي نعم بعده ما عندك واي فاي، كان عندك واي فاي كان روح. توكل يوم ما واي فاي بعد نحن ما نحصل كيف. توع واي فاي زادوكم. توكل روح توكل على والله ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اي نعم. هي ذاك الزمان يوم تحصل 5 وال10 وال20. حسبي الله ونعم الوكيل. تو ماشي مكان ما تحصل في يديه، في السوق تحصلها، في السكيكة تحصلها. تو يلا ذا الريال تحصله في اليوم زين. الحمد لله رب العالمين، كلها داير على يد الفقير يوكلوه. هي الحياة ملل. اروح اشوف ستون اذا يطلع معي دور. انت 24 ساعة تذاكر ما تمل انت. خلنا ندور شوية بابا من ذا اختبارات اسبوعين، خلينا نخلصنا على خير. تو بيجي ابوي وبيسوي سوالف. تو بيجي وبينتقل عرفه. روح قبل لا يجي من المزرعه. روح ترى ابوك عالي طيب. زين معك انتظر. واجد تموذ اللعبة الكشر بمشينا هنا ما حسالينها ولا شيء. وايد قال الاعرابي. انا ما قاعد ما تمشي مع ولدي. وصل. ما قاعد امزح شرني. اساعد عمي انت ما دراسة ولا ماشي. وانت ما قاعد تذاكر. ترى انا من يوم الظهر حاكر عمر هناك، خلينا ذاكر شويه في الحوش. وما مخبر انك هذا ما ماشي. هذا واحده جايب انا وسيمه واحده جايب. انت شفت مرة ثانية جاي دخل في عينك. لا ما يجي روح بس روح. خير عنك انتم. ما دراسة انتم بوكم ما فاتحين. بما ان اليوم الاخير بسنة 2016 حبيت اقول حق متابعيني في جميع انحاء العالم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون سنة خير على الجميع. الحقيقة كانت سنة بالنسبة لي جميلة، كافي ان الله سبحانه وتعالى رزقني باخوان وخوات قاعد يتابعوني في جميع دول الخليج وفي جميع دول العربية، وكانت سنة يعني مميزة بالنسبة لي، وعسى الله يفرح قلبكم ويفرح كل انسان متزوج ولا يفرقهم باذن الله الواحد الاحد. اخوكم حمد بن آل ربيع التغلبي، ومرحبا. هو وصفة المرأة اللي تبيها سمراء طبعا لازم. اي ضروري. ايش درجة السمر اللي تبيها يا مذهب؟ خضراء. شلون خضراء؟ يعني افتح من البني بشوي. شوكولاتة يعني؟ كراميل. هالشيء مرة يعجبك يعني انت تبيه؟ جدا والله. شايف الحين لما تشوف البيضة ما تشده؟ لا بيضة مين يا ابو ليش لا تمزح تورطني. مالي بالبيضة. يعني لو شفت واحدة مرأة بيضة شوفة شرعية ولا ما تهز فيك شعرة؟ ولا تهز فيني رمش. مين اللي يهز فيك؟ السمرة لبى قلبها. هذه رسالة للسمر، انتم الارقى والاجمل والاحلى والاعذب وكل شيء حلو في هالدنيا خلق ربي والله العظيم. تفتش رخص الاستمارة والبطاقة يا ورع. والله بطاقتي مع امي قالت عشان ما تضيع، ولا عندي رخصة والله العظيم انا بموت. لا يا مسلمين تاك بمشي والله اخر مرة والله ما عاد اسوي هذا. اصح لك شوف كيف ماشي. بعطيكم اليوم يا الربع قصة الحزحيز واللزيز والقميز ومنهم في مجتمعنا وش ينطبقون عليه. هذا طال عمركم واحد حكيم مبطي قديم الزمان، يوم جاي يموت وصى ولده قال يا ولدي ابى اوصيك 3 وصايا في ريجيل. ال3 الاصناف هذول في الريجيل لا تزوجهم يا ولدي ولا تخالطهم ولا تخويهم لان ما فيهم خير نهائي. فقال له من هم يا ابوي؟ فقال الحزحيز واللزليز والقميز.
قال من هو يا ابوي الحزحيز؟ كيف اعرفه وكيف اعرف اللزليز وكيف اعرفه؟ قال له اسمع يا ولدي، اما الحزحيز لا منك شفت الرجال اللي ادخل على الرجال في المجلس ما يقوم، يعني ما يقوم لهم، ما يقوم يسلم، جالس مخيم، يعني ما يقوم يفز يقابل الرجال ويرحبهم او انه يستقبلهم استقبالا زين، او انه يقوم بس وقفه وسلام، يعني مخيش. اما من خبالة فيه ولا اما من خبالة فيه يا ولدي، او انه غرور وتكبر ضايع به، يعني بيحسب انه بطل وهو الرجال طايح من. قال ايه كويس، هذا الحزحيز وعرفناه. طيب واللزليز؟ قال ايه اللزليز لا منك شفت الرجال اللي يعدي قدام كبار الشخصيات او التجار او انك شفته يعدي قدام الرجال ويخدمهم ويطيح ويقوم، لو انه على حسب كرامته، يعني حتى كرامته يهينها مقابل انه بس يخدم التاجر او رجل الاعمال، ويهين نفسه قدامهم ويرخص من نفسه عشانه. فهذا هو يا ولدي اللزليز. وفيه بعد نقطة ثانية بعلمك فيه اللزليز تعرفه. لا منك شفت بعد اللي يشيل ورعه في المجالس ويدخلهم على الرجيل ويقدر ورعانه على الرجيل، هذا هو بعد تدخل من ضمن اللزليز، اعرف انه لزليز. قال ايه يا ابوي الحين الحزحيز واللزليز عرفتهم، علمني بالقميز. قال القميز بسيطة ابسط من الاثنين اللي راحوا، واضح على طول تعرفه. قال شوف يا ولدي، لا من صار المجلس صاك أوحد وقام رجال من متسانه لحاجة ما، ثم جاء واحد وطمر في متسان الرجال بدون إذن منه. يوم يجي الرجال له متسانه ماخوذ زين في وجه جاسم فيه، فهذا هو قميز. وانتبه منه يا ولدي ولا تخالطه ولا تزوج. الولد يا ابوي يعني هالاشياء والمواصفات في الرجيل ما هي بهاك القويه، يعني ليش انت حددتها بالذات؟ فقال انا اعلمك ليش وش السبب اللي ما تمشي. قال له هذول يا ولدي الثلاث انواع اللي حددتهم لك، هذه يعتبرون اضعف نفوس الرجيل على وجه الارض، يعني ضعيف نفس لابعد حد، وهذه علامات من اللي تدري. وضعيف النفس ما نفع نفسه، فكيف بينفعك ولا نساب تمعك تبي تنفعك؟ فحذرتك منهم يا ولدي ومن مخالطهم لأن ما فيهم خير. هذه سالفة الحزحيز والقميز واللزليز، وضحت لكم تفسيرها، فلا تكن حزحيزيا ولا لزليزيا ولا قميزيا، انتبه النفس. في مجتمعنا الآن يا كثر النوعيات هذا، فأتمنى أنها إن شاء الله عجبتكم السالفة. لا